أمس البارحة حضرنا اللقاء مع اللجنة البرلمانية قديمة السوس أجل الاستماع للمواطنين على مشكل تحديد الملك الغابوي، وحضر تقريبا 8 أعضاء برلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية، وتدخلنا كهيئات الدفاع عن ضحايا مافيا العقار، وأثرنا نقاشا عميقا حول هذا الموضوع والقوانين التنظيمية التي تنظمه. لكن أيضا أشرنا إلى أن أحد ممثلي الأحزاب وهو وهبي حزب الأصالة والمعاصرة طلبته بسعر التزكية التي قدمها هذا الحزب لرأس المافيا بالإقليم وهو بوتزبيط حسن الوزاني. لا يمكن أن يتحدث هذا الحزب عن دولة ديمقراطية، عن دولة الحق والقانون، وعن القضاء على الفساد، وعن تنظيف المرافق العمومية، وفي نفس الوقت يقدم تزكية لرأس الفساد. إذا طلبناه على الأقل أن يعطي إشارة للمواطنين ويسحب هذا الحزب يعني التزكية من هذا الشخص، وبالتالي أو يصدر بيان يعلن فيه للرأي العام أن هذا الشخص لم تعد له أي علاقة بحزب الأصالة والمعاصرة.